نجم مصر في الإدارة رئيس البعثة العظيم أستاذ عمرو الجنايني، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا حزومه يا جميل؟ عامل ايه يا حبيبي، اخبارك؟ الحمد لله والله كله زي الفل الحمد لله. يعني أنا دايما هلعب الماتش ان شاء الله. دايما بتضيف انت اجواءك يا استاذ عمرو، يعني تفاؤل وبهجه واللعيبه بتحبك بشكل كبير، وشك حلو. انا فاكر كنت معانا كرئيس بعثه في ماتش المغرب برضو من فتره كبيره وكسبنا هناك، ورجعنا منصورين الحمد لله من مكناس. وانت كنت نجم الماتش يا حازم. طيب كلمنا بسرعه كده الاجواء يا كابتن عمرو، الدنيا عامله ازاي في المغرب؟ والله الاجواء مش عايز اقول لك فوق الممتازه من ساعه ما نزلنا، من ساعه ما وصلنا هنا. استقبال رائع من السفاره هنا والجاليه المصريه. مش عايز اقول لك السفير عمل لنا ايه والله، وانا من هنا كمان بشكره يا حازم. سياده السفير ابو بكر حبني. وغير كده كمان لما وصلنا بقى كمان هنا فاس الاستقبال الرائع اللي عمله لنا كامل بيه ابو علي هنا. مش عايز اقول لك احنا قاعدين طبعا المقيمين في الاوتيل بتاعه هنا. يعني مش عايز اقول لك الدنيا عامله ازاي. لسه جايين دلوقتي التدريب الاساسي هنا في الملعب اللي هو الملعب الاحتياطي هنا. الجمهور واقف بره منتهى الادب، وبقول لك اجواء مثاليه للعب يعني. فيا رب الدنيا برد يا عمرو ولا حر؟ الجو ايه؟ لا الجو حلو قوي قوي. الجو يعني حلو جدا يعني. نص كم يعني ولا برد شويه؟ لا نص كم وبنطكورات وبتاع 24 25 يعني. حلو يعني لعيب الكوره. حلو قوي قوي، الجو حلو قوي، والناس مش عايز اقول لك الادب اللي الناس فيه والاستقبال بتاعهم. وعاملين لنا حفله النهارده للبعثه كلها. طبعا مش كل البعثه طبعا هتروح. كابتن حسن طبعا انت عارف الاجواء ان هو بيحب ينزل يعني. لكن الناس مرحبين بينا جامد قوي قوي، ومش عايز اقول لك اجواء مثاليه. مش فاضل لنا بقى غير ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا عمرو باذن الله، وترجعوا بالسلامه. كلنا معاكم وقلوبنا معاكم ان شاء الله. نشوفكم على خير ان شاء الله. نشوفك بكره بقى باذن الله يا عمور. قفل عمرو الجنايني. ماشي طيب. كنت زي ما